تنبيه هام: كل اللي هتشوفه في الفيديو ده للتعليم بس، علشان تتعلم تحمي نفسك والأنظمة اللي بتشتغل عليها. كل حاجة هنا معمولة في بيئة آمنة وتجريبية، ومش مسموح تستخدم المعلومات دي في أي حاجة تضر غيرك أو تخالف القانون. معظمنا بيستخدم نظام التشغيل ويندوز بشكل يومي، سواء في الشركات أو البيوت أو حتى السيرفرات، وده بيخلي الويندوز هدف رئيسي للمخترقين، لأنه ببساطة أكتر نظام مستخدم في العالم، مش بس عشان نحمي نفسنا كمدافعين، لكن كمان عشان نفكر زي الهاكر اللي ممكن يستغلوه وإيه الثغرات اللي ممكن يدخلوا منها. عشان كده أي حد شغال في مجال السايبر سيكيورتي لازم يكون فاهم كويس إزاي الويندوز بيشتغل من الناحية الأمنية. في الفيديو ده هنشوف إزاي الهاكر ممكن يستغل الويندوز، وفي نفس الوقت إزاي نقدر نستخدم نفس المعرفة دي في الحماية وتعزيز الأمان. أساسيات الشبكة في ويندوز، وده مدخل للهاكر لاكتشاف بيئة الهدف. في الفيديو ده هنتعرف على الأساسيات في بيئة الويندوز بشكل سريع ومفيد. الجزء الأول هنتكلم فيه عن الاي بي والسبنت والجيت واي. الاي بي هو عنوان الجهاز داخل الشبكة، زيه زي عنوانك في الشارع، وده رقم وحيد لا يتكرر، يعني كل جهاز ليه اي بي مختلف عن التاني، ما ينفعش جهازين ياخدوا نفس الاي بي. الأجهزة في الشبكة الداخلية بتبقى مختلفة في رقم الهوست اللي هو الرقم الأخير ده بس، ولكن أول 3 أرقام دول ثابتين. طيب هتيجي تقول لي إن الأجهزة اللي عندي في البيت بتاخد اي بي نفس الأجهزة اللي عند جيراني، يعني الاي بيهات بتاعتي بتتشابه مع الاي بيهات بتاعت جاري، يعني كل الاي بيهات اللي في البيوت بتبقى متشابهة مع بعض. ازاي طيب ده؟ لأن في حاجة اسمها برايفت اي بي وبابليك اي بي. البرايفت اي بي ده الاي بي اللي بياخده الجهاز داخل الشبكة الداخلية، يعني جوه البيت او جوه الشركة، ولكن لما يجي الجهاز ده يدخل على الانترنت او يطلع من الشبكة الداخلية عشان يكلم شبكة تانية، فالراوتر بيديله اي بي مختلف. هو ده الاي بي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو البابليك اي بي، ان كل جهاز في العالم ليه بابليك اي بي مختلف عن التاني. السبنت ماسك ده بنصنفه على حسب الكلاس، يعني بنقول لو كلاس A بيبقى 255.0.0.0، كلاس B 255.255.0.0، كلاس C 255.255.255.0. الكلاس A بنستخدمه لما نكون محتاجين عدد أجهزة أو عدد اي بي قليل وعدد شبكات كتير. الكلاس C بنستخدمه لما نكون عايزين عدد أجهزة قليل وعدد شبكات كبير. الكلاس B بنستخدمه لما نكون عايزين عدد اي بيهات متوسط وعدد شبكات متوسط. يعني السبنت ماسك ده بنستخدمه على حسب عدد الأجهزة اللي احنا محتاجينها وعدد الشبكات. يعني أنا عندي شركة أدوية، شركة الأدوية دي ليها فروع في كل محافظة وممكن فرعين في المحافظة كمان، ولكن عدد الأجهزة في كل فرع قليل، فأنا كده هستخدم إيه؟ هستخدم كلاس A لأن أنا محتاج عدد شبكات كتير ولكن محتاج عدد أجهزة أو عدد اي بيهات قليل. وفي عندي سبنت ماسك مخصص زي الأمثلة اللي قدامنا دي، يعني أنا عندي كلاس C بيديني 254 اي بي، يعني لو استخدمته اخري اشغل بيه 254 جهاز كمبيوتر. لكن لو استخدمت السبنت ماسك المخصص ده كلاس سي برضو، ولكن بدل الرقم الاخير الزيرو فانا استخدمت الرقم ده، كده بيديني 62 اي بي بس، مش هيديني ال 254 ده، لاني انا ببقى مش محتاج العدد الكبير من الاي بيهات ده. فدي معلومات للهاكر عن حجم الشبكة اللي عندك. يعني هو لو عرف ان انت شغال كلاس A ده معناه ان عدد الاجهزة كتير عندك، يعني عدد الاي بيهات كتير وعدد الشبكات قليل. الاي بي ده هو اهم معلومة للهاكر واللي بيبدأ منها الاختراق، وده رينج الاي بيهات لكل كلاس. يعني كلاس A بيبقى من 1.0.0.0 الى
127.0.0.0، يعني كمثال 10.25.22.2. وهنا أول رقم بس بيبقى ثابت، والثلاث أرقام ممكن نغيرهم عشان ندي لكل جهاز اي بي، لأن أول رقم ده اسمه النتورك اي دي، والثلاث أرقام دول الهوست اي دي. الرقم اللي قصاد ال 255 بيبقى ثابت، واللي قدامه أي رقم غير ال 255 ده هو بيبقى المتغير، يعني رقم الهوست. طب الجيت واي ده هو الاي بي بتاع الراوتر اللي في الشبكة عندك. جيت واي يعني بوابة، فده الاي بي بتاع البوابة اللي بتطلعك من الشبكة الداخلية عشان تكلم شبكة تانية او تدخل على الانترنت. فانت لما بتكون عارف ايه هو الاي بي وايه هو السبنت وايه هو الجيت واي، هتعرف تكتشف الاجهزة اللي في الشبكة. الجزء الثاني وهو اعداد الشبكة. هل الاجهزة دي واخدة اي بي بنسميه استاتيك ولا دي اتش سي بي؟ الاي بي الاستاتيك ده يعني انا اللي مدي للجهاز اي بي بنفسي، ولكن الدي اتش سي بي ده معناه ان الجهاز واخد اي بي من خلال السيرفر او من خلال الراوتر. الدي اتش سي بي ده بروتوكول وظيفته توزيع الاي بيهات على الاجهزة، وبيكون اما على الراوتر او على السيرفر على حسب كل شركة. فلو الاجهزة سحبة اي بي من الدي اتش سي بي فدي بتعتبر ثغرة للهاكر، فممكن يعمل هجمات زي الدي اتش سي بي سبوفينج والسنيفينج. الجزء الثالث وهو ادوات الشبكة في الويندوز. ايه الادوات اللي بستخدمها؟ في عندي الاي بي كونفيج، ده بيطلع لي معلومات الشبكة. لو دخلت على السي ام دي وكتبت اي بي كونفيج بيجيب لي الاي بي بتاع الجهاز والسبنت ومعلومات الشبكة. ولو كتبت اي بي كونفيج مسافة /all بيجيب لي كل المعلومات. تاني حاجة عندي الامر بينج، ده بيختبر الاتصال ما بين جهازي وما بين اي جهاز تاني. يعني انا عايز اعرف السيرفر شغال ولا مش شغال، فبعمل بينج عليه، فبعمل بينج على الاي بي بتاع السيرفر. لو رد عليا يبقى هو شغال، لو ما ردش يبقى مش شغال او في مشكلة في الكونكشن بيني وما بينه. فالبينج ممكن يستخدمه الهاكر في تخمين الاي بيهات، يعني هو عرف الاي بيهات اللي في الشبكة شكلها ايه، فممكن يعمل بينج على اي بيهات هو بيخمنها، واي اي بي يرد عليه بيعرف ان ده موجود في نفس الشبكة دي، او على الاقل بيعمل بينج على الاي بي اللي هو عايزه عشان يتأكد ان هو شغال في اللحظة دي. وفي كمان وقت الاستجابة، يعني الوقت اللي بيرد عليا فيه السيرفر، يعني هل بيرد بسرعة ولا بيتأخر. دي برضو ليها معنى عند الهاكر. لو الوقت بيطول قوي فده معناه ان ممكن يكون في حماية كبيرة في السيرفر ده، او ممكن يكون السيرفر ده امكانياته ضعيفة، ولو امكانياته ضعيفة هيبقى عليه نظام تشغيل مش محدث، وده ثغرة. او ممكن يكون بسبب تقل في النتورك. ولكن لو وقت الاستجابة ده سريع ده معناه اما ان الجهاز ده امكانياته عالية، او الامان قليل اللي في الجهاز ده، او النتورك سريعة بيني ما بينه. فدي برضو كلها معلومات بيجمعها الهاكر. او ممكن بدخل من خلال الويندوز نفسه من غير الاوامر، بدخل بالطريقة دي. وهنا بيقول لي ان هو ساحب من الدي اتش سي بي ولا لا. فالجهاز عندي هنا واخد اي بي من الدي اتش سي بي. لو عايز اديله اي بي ستاتيك بديله بالطريقه دي اي بي فيرجن 4، وبعدين من هنا بدل دي اتش سي بي بختار الاختيار التاني وبدخل الاي بي بتاعي، وبعدين السبنت ماسك، وبعدين الجيت واي. تريسرت ده بيعرفك كل المحطات اللي انت بتعدي عليها لغاية ما بتوصل للهدف. يعني البنج بيقولك ان الجهاز ده بيرد عليك ولا مش بيرد، لكن التريسرت بيقولك هو عدى على انهي محطات لغاية ما وصل للسيرفر ده. يعني مثلا عدى على السويتش الفلاني، وبعدين الراوتر الفلاني، وبعدين مثلا السويتش الفلاني، وبعدين وصل للسيرفر.
فده بيعرفني برضو المحطات اللي ما بيني وما بين السيرفر ده قد ايه. فلو عايز اعرف ازاي الهاكر بيستغل إدارة النظام، ودي حسابات وخدمات بتفتح له الباب. تعالوا نتكلم عن إدارة النظام اللي ممكن تبقى بوابة مفتوحة للهاكر. يعني ايه إدارة المستخدمين؟ ويعني ايه الخدمات؟ إدارة المستخدمين دول الكيانات اللي بيتعاملوا مع النظام. ممكن يكونوا بشر، أشخاص أو برامج بتشتغل بصلاحيات معينة. فالمستخدم ده أيا كان بشر أو أيا كان برنامج، فبيبقى له صلاحيات معينة على الجهاز، وبيبقى له اسم، يوزر نيم وباسورد. وفي عندي بعدين جروب، في مجموعة بينتمي ليها اليوزر ده، دي اللي بتحدد له صلاحياته. يعني في عندي صلاحيات الادمنستريتورز اللي هم ليهم كل الصلاحيات، وفي جروب تانية اسمها يوزرز، دي ليها صلاحيات محدودة. فالصلاحيات بيقدر يعمل من خلالها مهام معينة. فأنا عندي على الجهاز بيبقى في يوزرز ادمنستريتور، وفي يوزرز بيبقوا عاديين ملهمش صلاحية. وده مهم جدا للهاكر طبعا، ان هو يدور على اليوزر الادمنستريتور عشان يقدر يتحكم في الجهاز. فتعالوا نشوف ازاي نعمل يوزر، وازاي نعمل له edit يعني تعديل، وازاي نعمل له delete حذف. تعالوا نشوف اليوزرات اللي على الجهاز بتاعي. هروح this PC وكليك يمين ومانج، وبعدين local users. في عندي هنا users وفي groups. اليوزرز دول اللي هم المستخدمين اللي موجودين على الجهاز، والجروبس اللي هي الجروبات اللي بينتمي إليها اليوزرز دول. والجروبات دي كل جروب بيبقى له صلاحيات معينة على الجهاز. فأنا عندي في اليوزرز هنا بلاقي مجموعة يوزرز أهو. في يوزر اسمه ادمنستريتور، ده بيبقى أصلا ديفولت على نسخة الويندوز، يعني هو بيبقى نازل اوتوماتيك مع نسخة الويندوز. ولكن في يوزرات تانية أنا اللي عاملها هو برضو ادمنستريتور. فتعالوا نشوف ازاي نعمل يوزر نخليه ادمنستريتور او يوزر عادي. فهضغط كليك يمين كرييت يوزر، هسميه الاسم اللي انا عايزه وهديله الباسورد اللي انا عايزه. والاختيار ده ما بعلمش عليه عشان ما يطلبش مني اغير الباسورد اول ما اجي ادخل باليوزر ده. مجرد ما كريت يوزر، لو دخلت على البروبرتيز بتاعته بلاقيه ممبر اوف ايه يوزرز، يعني هو ضمن جروب اليوزرز مش ادمنستريتورز. فبعمل ايه؟ ممكن احذف اليوزرز دي واضيف ادمنستريتورز، يبقى انا خليت اليوزر ده ضمن الادمنستريتورز. تعالوا نعمل يوزر تاني ونخليه ادمنستريتور برضه بالشكل ده. وكذلك لو عايز اعمل تعديل، يعني هو اصلا كان ادمنستريتور وانا عايزه اخليه يوزر عادي، فبحذف ادمنستريتورز وبضيف يوزرز. طيب لو عايز اغير الباسورد لليوزر ده، كليك يمين عليه set password. لو عايز احذف يوزر، كليك يمين عليه وديليت يوزر. لو دخلت على الجروبز هنا يهمني الجروب بتاعة الادمنستريتورز والجروب بتاعة اليوزرز. ممكن ادخل جوه جروب الادمنستريتورز واشوف مين ادمنستريتور على الجهاز ده، وممكن احذف اي حد هنا انا مش عايزه. وده اليوزر اللي انا عملته من شوية وخليته ادمنستريتور. طيب ايه هي الخدمات السيرفيسز؟ الخدمات دي هي برامج او عمليات بتشتغل في الخلفية، يعني مش ببقى شايفها انا، ودي بتشتغل اوتوماتيك مع بداية تشغيل الجهاز. يعني مجرد ما شغلت الجهاز ودخل على نسخة الويندوز هي بتشتغل اوتوماتيك بدون تدخل منك. بندخل عليها ازاي؟ هضغط على ويندوز ار وهكتب services.msc، او ممكن من ستارت بكتب services، وهنا بيقول لي الحالة بتاعتها هل هي راننج شغالة ولا معمول لها ستوبد. دي هي السيرفيس اللي هي الخدمات. يعني مثلا في سيرفيس عندي هنا بتاعة السبولر، دي خاصة بالطباعة،
في عندي الويندوز ابديت اللي هو الابديت بتاع الويندوز، فانا ممكن اي واحدة من دول اعمل لها ستوب، يعني ممكن اوقف السيرفيس دي او ممكن اشغلها. السيرفيس دي الخدمات دايما بتشتغل بصلاحيات السيستم. السيستم ده ليه كامل الصلاحيات، يعني ادمنستريتور على الجهاز. فلو الهاكر قدر يتحكم في خدمة ممكن يسيطر على الجهاز بالكامل، لان الخدمات دي بتبقى واخدة صلاحيات الادمنستريتور. في ثغرات مشهورة بالنسبة للخدمات، زي الثغرة دي مثلا unquoted service bus. ده لما يكون المسار بتاع الخدمة اللي هو المسار ده لما يكون مش محطوط ما بين علامات تنصيص، فهو ممكن بيقدر يدخل ويعدل في المسار ويضيف مسار لبرنامج تاني هو عايز يشغله، والبرنامج ده بيكون طبعا برنامج خبيث. في بعدين الويك بيرميشنز، لما صلاحيات الخدمة تسمح لأي مستخدم يعدل عليها أو يشغلها أو يوقفها. في بعض السيرفيسز مش بتحتاج ادمنستريتور عشان خاطر يوقفها او يعدل فيها يعني او يشغلها، فهو ممكن يستغل السيرفيس دي ويعدل فيها. في عندي الدي ال هايجاكينج. دي بيعمل ايه بقى؟ هو مش بيشغل لك برنامج او سيرفيس في الخلفية، برنامج كامل يعني، لا ده هو ممكن بيعدل في مكتبة خدمة معينة، يعني بيدخل يعدل فيها ويحط فيها الملفات بتاعته. طيب أأمن نفسي إزاي؟ لازم أشوف كل خدمة شغالة ولا متوقفة، وأشوف الخدمات الغير مستخدمة ووقفها، ولازم أشوف اسم ملف التشغيل بتاع كل خدمة. لو لقيته فعلا بيشاور على المكان الصح تمام، لقيته بيشاور على مكان تاني يبقى لا، لازم أعمل ستوب للخدمة دي، لأن ممكن يكون في هاكر مسيطر عليها. تعالوا نشوف ايه هي البروسيس، العمليات. البروسيس ده برنامج او خدمة شغالة في الذاكرة الرام، ولو الهاكر وصل للبروسيس دي يبقى الجهاز كده كله وقع. البروسيسز دي زي ايه مثلا؟ زي عمليات النظام. عمليات النظام السيستم بروسيس دي اساس تشغيل الويندوز، يعني هي اللي بتقوم الويندوز. زي حاجة اسمها SV host ESIS. لو الهاكر قدر ان هو يخترق عمليات النظام يبقى كده هو امتلك الجهاز كله. عمليات المستخدم دي العمليات الخاصة بالبرامج بتاعتك انت، زي برنامج الوورد، برنامج الكروم. ممكن الهاكر يحقنها بكود خبيث، يعني يدخل على اوامر البرنامج ده ويحط كود جواه. تالت حاجة عمليات غريبة او مخفية، يعني عمليات بأسماء وهمية أو متنكرة. يعني مثلا يجي يكتب SV host ده بدل العملية الشرعية اللي اسمها SV cost، فبيبقى متنكر بالشكل ده، وغالبا طبعا بتبقى العملية دي هي ميلوير، فبيسمي العملية باسم شبيه بأسماء العمليات الشرعية بتاعت عمليات النظام. ازاي الهاكر بيستغل العمليات دي؟ لو قدر يهكر عمليات النظام فبيحقن فيها كود خبيث. دي عمليات النظام الاكسبلورر، الSV كوست. كده هو بيستخبى جوه عملية شرعية، وده بنسميه البروسيس انجكشن. او بدل ما بيحقن كود في عمليات النظام، لا هو بيخلي عمليات النظام تحمل او تقرا من ملف DLL خبيث، وده بنسميه DLL انجكشن. او انه يعمل بروسيس بنفسه ويسميها باسم شبيه باسماء عمليات النظام زي ما قلنا، فبيسمي العملية مثلا SV host بدلا من SV cost، وده بنسميه الماسك ووردنج. اخر حاجة البروسيس هولوينج. ده الهاكر بيستغل برنامج شرعي زي برنامج النوت باد مثلا، وبيفرغ الهولو اللي هو الكود الشرعي يعني اللي فيه، وبيحط مكانه كود خبيث. ازاي تحمي نفسك؟ وضغطنا كنترول شيفت اسكيب هيدخلنا على التاسك مانجر، ومن هنا بنضغط على بروسيس وبنشوف البروسيس من المكان ده. فلازم افحص البروسيس بشكل دوري واشوف لو في اي بروسيس اسمها غريب او واخده مساحه كبيره من الرام او من CPU، يبقى لازم اراقبها واخد بالي منها واعرف هي بتاعت ايه اصلا. تمام. عمليات وجود عمليه مشبوهه، يعني ايه الحاجات اللي بتبين لي كده ان في عمليه مشبوهه؟ ان الاقي في اسم ملف غريب
أو مشابه لاسم من أسماء النظام. ألاقي مسار غير معتاد، ألاقي فيه بروسيس بتستخدم مساحة كبيرة من السي بي يو أو من الرام، ألاقي بروسيس بتحاول دايما الاتصال بالإنترنت. تعالوا نشوف سيناريو اختراق. الهاكر هيبعت للضحية أي ملف exe، ملف تنفيذي. الضحية هتفتح الملف ده، وليكن اسم الملف مثلا كروم updater.exe، والبرنامج ده هو اسمه كروم ابديتر، ولكن الهاكر حاقن فيه ملفات خبيثة، وبكده هتلاقي فيه بروسيس دايما شغالة في الخلفية وانت مش واخد بالك، والبروسيس دي النظام هيعديها لان هي اسمها كروم ابديتر، خاصية مشاركة الملفات والطابعات. دي نقطة ضعف في حماية الجهاز. ايه هي خاصية الفايل اند برينتر شيرنج؟ دي ببساطة خاصية في الويندوز بتخلي الأجهزة اللي على نفس الشبكة تقدر إنها تستخدم الطبعة اللي عندك، تشوف ملفاتك المشتركة أو تنقل ملفات من وإلى جهازك. يعني أنت تقدر تشير أي حاجة من على جهازك والأجهزة التانية تدخل عليها وتشوف الشير بتاعك حتى لو الطبعة. الخاصية دي عشان تشتغل لازم بتفتح بورت في جدار الحماية اللي هو الفاير وول، بتفتح البورتين دول، بورت 445 اللي هو الخاص بالاس ام بي، وبورت 139 الخاص بالنت بايز. ودي من اكتر المنافذ اللي الهاكر بيستهدفوها. في ايه سيناريوهات الاختراق بقى؟ ان الهاكر بيلاقي فيه جهاز على الشبكة مفتوح فيه البورت 445، فبيبدأ يستغل الثغرة اللي في البورت ده. ولو انت عامل باسورد، في ادوات زي هيدرا مثلا بتخمن الباسوردات. جدار الحماية في الويندوز اللي هو الويندوز فاير وول، ده خط الدفاع الاول ليك ولا باب مفتوح للهاكر؟ ده على حسب الاعدادات اللي انت بتعملها له. ممكن تعمل له اعدادات يبقى خط دفاع ليك، او ممكن تعمل له اعدادات يبقى باب مفتوح للهاكر. ايه هو الفاير وول؟ ده الجدار اللي بيقف بين جهازك والعالم الخارجي. كل اتصال داخل او خارج من جهازك لازم بيعدي عليه، يعني هو اللي بيسمح بمين يتصل بيك ومين تتصل بيه. ولو مش متظبط صح، اي هاكر ممكن يستخدم المنافذ المفتوحة فيه ويدخل بسهولة. الفاير وول ده بنفتح من خلاله بورتس، منافذ معينة، وبنقفل فيه منافذ معينة. فانت بتعمل فيه رولز. الرول دي اما ان انت بتمنع من خلالها بورت او بتفتح من خلالها بورت. يعني في عندنا بورت 445 بتاع الاس ام بي، ده بورت مستهدف دائما من الهاكرز. في بورت مثلا بتاع الريموت ديسكتوب اللي هو 3389، ده برضو شهير وبيبقى مستهدف من الهاكرز. فانت لو مش محتاجهم ممكن تقدر ان انت تقفلهم. الفاير وول بيعمل مراقبة للاتصالات الان باوند والاوت باوند. الان باوند ده الاتصال الداخل، والاوت باوند ده الاتصال الخارج. فانت تقدر تشوف البرامج اللي بتطلب اتصال خارجي، وتراقب لو في برنامج غريب بيحاول يتصل بسيرفر خارجي، لان ده عادة بيكون هاكر منزل عندك برنامج بيحاول يتصل بيه من خلال بورت معين. فالسيناريو اللي بيحصل ايه؟ ان الهاكر بيلاقي الجهاز مفتوح فيه بورت 33 مثلا 89، فبيستخدم أداة من أدوات اكتشاف الثغرات وبيبدأ الهجوم. أدخل إزاي على الفاير وول؟ ده الان بورد رولز ودي الاوت بورد رولز. دي الرولز خاصة بالاتصال اللي داخل ودي للاتصال اللي خارج. فممكن تعمل حذف او تعطيل لأي رول مش محتاجها، وتقفل البورتات اللي انت مش محتاجها.
ازاي تحمي نفسك وتظبط اعدادات الفاير وول بحيث انها تحميك من اي هاكر. فممكن اقفل البورت من خلال الفاير وول او من خلال الباور شيل على طول، بيبقى اسهل بكتير. يعني هدخل على الباور شيل، ده كوماند بقفل بيه البورت. فانا ممكن ادخل على جوجل وابحث عن امر الباور شيل اللي بيقفل لي بورت معين، فاقفله بالطريقه دي. وكذلك لو عايز افتح بورت بنفس الطريقه برضو من خلال الباور شيل. في امر عندي في السي ام دي اسمه نت ستيت -an، ده بشوف بيه البورتات المفتوحة حاليا. وكمان بدخل على الفاير وول وبراقب دائما الرولز باستمرار واشوف لو في اي بورت انا مش محتاجه بقفله. ويندوز ديفندر والتحديثات، درعك الحقيقي ضد الهاكر. الويندوز ديفندر ده برنامج الحماية الرسمي من شركة مايكروسوفت، وبيكون نازل مع نسخة الويندوز، مش بنزله أنا بنفسي يعني. وهو بيراقب الملفات والبرامج والشبكة والبيهيفيور. ده مميزات إن هو خفيف على الجهاز، بيشتغل في الخلفية بدون إزعاج، بيتم تحديثه مع تحديثات النظام. الطبيعي بتاعه بيكون شغال، فأنا المفروض إن أنا موقفوش. بدخل عليه إزاي؟ فأنا بشغله والغيه من المكان ده. تحديثات النظام، خط الدفاع اللي محدش بيحبه. ناس كتير بتطفي التحديثات دي او بتلغي ان الجهاز يعمل ابديت عشان بيعطلهم، يعني بيحتاج ساعات ان هو يراستر ويقعد يعمل التحديث، فبيعطلهم وبيضطروا ان هم يوقفوا الشغل لغاية ما الابديت يخلص يعني. بس دي اكبر غلطة. ليه التحديثات مهمة؟ كل شهر مايكروسوفت بتسد ثغرات خطيرة جدا، فبتنزل لك التحديث اللي بيسد الثغرات دي، عشان كده لازم تعمل ابديت. الهاكرز دايما بيركزوا على الأجهزة اللي ما تحدثتش. الفيروسات بتستغل الأجهزة اللي ما تعملهاش تحديث. عشان أفحص التحديث بتاع الجهاز، يعني أشوف الجهاز محتاج تحديث ولا لأ، بدخل على السيتنج ابديت. الحماية من البرمجيات الخبيثة. حتى لو عندك انت الويندوز ديفندر، لازم برضو يكون عندك انتي فيروس. حتى لو في عندك ويندوز ديفندر لازم تراجع البرامج اللي شغالة عندك على الجهاز، لان في برامج مشبوهة بتقول ان هي انتي فيروس بس هي ميلوير، يعني هي برامج خبيثة. في ادوات بتعطل الديفندر بدون ما انت تعرف. فالمفروض تفحص الجهاز بانتظام، تعمل له فول سكان من خلال الانتي فيروس، يعني اسكان كامل. ما تحملش برامج من مواقع عشوائية. لازم تراجع الستارت اب ابز اللي هي البرامج اللي بتشتغل مع بداية التشغيل. بدخل عليها ازاي؟ بالطريقة دي. دي برامج بتشتغل اوتوماتيك لما الويندوز بيشتغل، فلازم اراجعها واشوف لو في اي برامج غريبة فيها، لازم اراقب باستمرار. فكر كالهاكر، بيستغل الجروب بوليسي والريجستري للسيطرة على الويندوز. ايه هو الجروب بوليسي؟ دي اداة في الويندوز بتخليك تتحكم في سياسات النظام، يعني بتحكم في الامتيازات اللي موجودة في النظام، يعني مين ياخد الميزة دي ومين ما ياخدهاش. زي مثلا التحكم في صلاحيات المستخدمين، بدي مستخدم صلاحية اعلى من مستخدم تاني. زي مثلا بمنع مستخدم من ان هو يغير خلفية سطح المكتب وغيرها. الهاكر ممكن يستخدم الجروب بوليسي دي لتعطيل الفايرول وايقاف الخدمات الامنية، وبكده هو هيبقى سيطر على الجهاز. الريجستري دي اداة في الويندوز بتتحكم في اعدادات النظام والبرامج والتعريفات. يعني الريجستري اقوى من الجروب بوليسي، يعني الريجستري هي قلب الويندوز. يعني التغيير في الريجستري بيبقى حساس جدا، لانه في اعدادات النظام اللي هي اعدادات الويندوز نفسه اصلا اللي بتقوم الويندوز، وكمان البرامج والتعريفات اللي هي الدرايفرز.
من خلال الريجستري الهاكر بيقدر يثبت نفسه في النظام بعد الاختراق. يعني الهاكر بعد ما اخترق عايز يثبت نفسه في النظام، فمن خلال الريجستري ممكن يكريت لنفسه يوزر، ممكن يثبت نفسه في النظام عشان يفضل موجود دايما على جهازك حتى بعد الريستارت. بنفتح الجروب بوليسي ازاي؟ هضغط على ويندوز وار وبعدين هكتب gbedit.msc. طيب انا هعرف ازاي مكان الحاجة اللي انا عايزها؟ يعني مثلا انا عايز امنع اليوزرز من تغيير خلفية سطح المكتب، فدي بوليسي. اعرف مكانها ازاي؟ بعرف مكان البوليسيز من جوجل. ببحث على جوجل عن منع المستخدمين من تغيير خلفية سطح المكتب باستخدام الجروب بوليسي، فبيقول لي على المسار اللي هدخل عليه بالظبط. فبتبع الخطوات وبعدين بفتح البوليسي. هي دي البوليسي اللي هو منع تغيير خلفية سطح المكتب. لما اجي افتح البوليسي بيجيب لي هنا شرح، بيقول لي هنا لو اخترت enable معناه ايه ولو اخترت disable معناه ايه. هو دايما بيبقى not configured، يعني لا enable ولا disable، يعني الديفولت ان اليوزر بيقدر يغير خلفية سطح المكتب، فنوت configured كأنها disable. فلو انا عايز افعلها بختار enable. كذلك الريجستري برضو ببحث عن الحاجة اللي انا عايزها في جوجل، بس طريقة التغيير في الريجستري غير الجروب بوليسي. الجروب بوليسي بعمل enable او disable مثلا، ولكن الريجستري بحط قيم للكي، مفاتيح. يعني هبحث عن جوجل مثلا على قفل اليو اس بي، انا عايز اقفل اليو اس بي، فبيجيب لي المسار بالشكل ده. هنا بيقول لي لو كتبت 4 يبقى كده هتقفل اليو اس بي. طيب بعرف القيم دي ازاي؟ يعني 4 أو 3 دي، ده بيكون في الشرح اللي على جوجل. يعني أنا لما ببحث عن الحاجة في جوجل بيقول لي حط القيمة 4 عشان خاطر تقفل اليو اس بي، فبرضو أنا مش بحفظ القيم دي. هدخل على الريجستري من ستارت، هكتب ريجيديت وبدخل على المسار اللي مدهوني. CMD والباور شيل أخطر أوامر الشبكة اللي الهاكر بيبدأ منها. لو كنت فاكر ان الباور شيل والسي ام دي ادوات مملة لادارة الجهاز، فانت لسه ما شفتش ازاي الهاكر ممكن يستخدمهم لاختراقك. مجرد ما الهاكر مسك السي ام دي بتاعك او الباور شيل كده قدر يتحكم في جهازك تحكم كامل. السي ام دي كوماند برومبت دي واجهة بنستخدمها لتنفيذ اوامر بسيطة زي نسخ الملفات والتنقل بين المجلدات وتشغيل البرامج، اختبار الاتصال بالمواقع، إنشاء حساب، تغيير صلاحيات المستخدمين، حذف حساب، تغيير كلمة السر وحاجات زي دي. يعني الباور شيل ده نسخة متقدمة من السي ام دي، بيعمل نفس العمليات بتاعة السي ام دي وكمان بيعمل حاجات متقدمة كمان وأخطر بكتير زي التحكم في الريجستري والخدمات. يعني الأوامر بتاعته بتبقى أعمق وأخطر. السي ام دي بسيط وسريع، الباور شيل أقوى وأشمل. ده شكل أوامر السي ام دي، أوامر بسيطة، ولكن الباور شيل بتبقى أوامر معقدة عبارة عن سكريبتات. يعني الأمرين دول بيعملوا نفس الوظيفة، ولكن لو لاحظنا ان الأمر بتاع السي ام دي أمر بسيط وممكن نحفظه سهل يعني، ولكن الأمر بتاع الباور شيل بيبقى صعب. المهم ان انا لما اكون عايز انفذ اي حاجة على الجهاز، اما ان انا بدخل انفذها بايدي من الجهاز نفسه او بعملها من خلال السي ام دي او الباور شيل، فبيديني سرعة في الاداء. ممكن ادخل على جوجل وابحث عن اي امر للسي ام دي او الباور شيل. يعني مثلا انا عايز امر بيعمل لي حساب مستخدم
باستخدام السي ام دي. فهدخل ابحث عن الامر ده. مجرد ما بلاقي الامر بروح ادخل على السي ام دي. ناخد بالنا ساعات ان بعض الاوامر اللي بنفذها على السي ام دي او الباور شيل بتحتاج منك انك تفتح السي ام دي او الباور شيل كمسؤول از ادمنستريتور. فلازم اضغط كليك يمين على السي ام دي او الباور شيل واختار ران از ادمنستريتور، وبدخل على السي ام دي وبعمل بيست للكوماند بس وانتر. طيب تحمي نفسك ازاي؟ اول حاجه تراجع الاوامر اللي بتشتغل على جهازك. هتدخل على الايفنت لوجز وتشوف الاوامر اللي بتشتغل على الجهاز ايه بالظبط. ما تديش صلاحيات الادمن لاي سكريبت مش موثوق فيه. يعني كنت بتبحث عن النت عن حل مشكلة معينة، راح مديك سكريبت او امر قال لك اعمل له ران از ادمنستريتور في الباور شيل او في السي ام دي، فانت بكل بساطة بتيجي تعمل له ران از ادمنستريتور فممكن يدمر لك الدنيا. فبلاش تعمل ران لاي سكريبت او امر از ادمنستريتور الا لو كان موثوق فيه. هنراقب الشبكة من خلال ادوات زي الواير شارك والتي سي بي فيو. دي بتعمل مراقبة لحالة الشبكة، مين متصل بمين. يعني هتبدأ تشوف جهازك متصل بايه وفين الكونكشن اللي شغال طول الوقت، وبيبعت داتا لمين ومين بيبعت له داتا. RDB هاكر بيدخل جهازك من بعد وانت نايم. ده لو انت مش مأمن كويس. في ناس كتير بتحب تستخدم الريموت ديسكتوب عشان تفتح جهازها من بعد. النهاردة هنتكلم عن ال RDB اللي هو الريموت ديسكتوب بروتوكول، واكتر الاخطاء اللي بتخلي الهاكر يدخل جهازك بسهولة من خلاله. ال RDB خاصية في الويندوز بتخليك تتحكم في جهازك عن بعد كأنك قاعد على الجهاز بالظبط. ال RDB بيستخدم بورت 3389 وده هدف دايم للهاكر. الريموت ديسكتوب دي سهلة ومريحة، بس لو مفتوحة على الانترنت بدون حماية تعتبر خطأ كبير. تعالوا نشوف سيناريو الاختراق. جهازك مفتوح عليه بورت 3389. الهاكر بيعمل سكان في الشبكة من خلال أدوات فحص البورتات والشبكات، بيكتشف إن جهازك مفتوح عليه البورت ده. بيبدأ يجرب كلمات سر من خلال حاجة اسمها البروت فورس، أو بيستغل ثغرة في البروتوكول نفسه. بمجرد ما يدخل بيبقى كده عنده تحكم كامل في جهازك. ازاي تأمن ال RDB؟ لازم تقفل البورت على الانترنت لو انت مش محتاجه، وده من الراوتر او من الجدار الناري الفايرول. مش بيسمح بالاتصال إلا لو المستخدم دخل باليوزر نيم والباسورد بتوعه. بغير البورت الافتراضي ده اللي هو 3389، فهو كده مش هيعرف ان هو البورت ده بتاع ال RDB. فممكن من خلال الريجستري بدخل على المسار ده وادي ال RDB اهو، وباجي للبورت نمبر بكتب اي رقم بورت تاني، فبكده الهاكر هيلاقي رقم بورت تاني فمش هيعرف ان هو ده بتاع ال RDB. هنفعل التحقق بخطوتين. في ادوات بتضيف التحقق بخطوتين زي الديو والمايكروسوفت اوثنتيكيتور. نستخدم ال VPN قبل ما نفتح ال RDB، يعني نخليه متاح من خلال شبكة خاصة. يبقى هنخلي الريموت ده شغال من خلال شبكة خاصة VPN. ال VPN ده اتصال مشفر. مراقبة محاولات الدخول الفاشلة ده من خلال الايفنت فيور، فهشوف لو في اي حد حاول يسجل دخول. طيب ايه الادوات والاوامر اللي بتساعدني؟ في عندي امر اسمه netstate-an. ده بيجيب لي البورتات المفتوحة حاليا فبقدر اراقب منها. في موقع اسمه shooden.io، ده مكان على الانترنت بشوف منه الأجهزة المفتوحة على مستوى العالم كله، فهشوف جهازي ظاهر عليها ولا لأ واشوف ايه البيانات اللي ظاهرة.
يعني الخلاصة ان الاداة RDB دي اداة مفيدة جدا وبتسهل عليا الشغل جدا، بس لازم أأمنها بشكل صحيح. ملفات البات سلاح الهاكر لتنفيذ الاختراق للويندوز. ملف البات ده ملف تنفيذي الهاكر بيحط فيه الأكواد الخبيثة بتاعته اللي هي بتعمل أي حاجة هو عايزها. يعني ممكن مثلا بتفتح له بورت عشان يدخل من خلاله، ممكن توقف مثلا الفاير وول، ممكن يعمل بيها أي حاجة هو عايزها حرفيا. طيب بعمل الفايل ده ازاي؟ بفتح النوت باد وبعدين بكتب الأمر هنا. الأوامر اللي بتتكتب هنا هي أوامر CMD، فأنا عايز أمر CMD بيفتح لي بورت مثلا، فبدخل على جوجل وأعمل سيرش عن أمر CMD اللي بيفتح لي بورت، فبيطلع لي الكوماند ده، فباخد الكوماند وأحطه في النوت باد. هعمل كوبي وبيست للكوماند هنا، وهحفظه. لازم اغير الاكستنشن بتاعه او الامتداد بتاعه واخليه دوت بات عشان يبقى ملف تنفيذي. بكده الملف ده لو الهاكر بعته للضحية، مجرد ما الضحية بتفتح ملف الدوت بات بيتنفذ كل الأوامر اللي في الملف. لو الهاكر دخل على الاكتيف دايركتوري الشبكة كلها وقعت. لو كنت فاكر ان الشبكات عبارة عن مجموعة اجهزة متصلة ببعضها بس، يبقى كده المعلومة ناقصة، لان في اكتيف دايركتوري ده هو قلب الشبكة، وده اللي بيربط الاجهزة كلها مع بعض، وهو اللي بيتحكم في كل الاجهزة. يعني هو اللي بيتكريت عليه اليوزرات، هو اللي بيتعمل عليه الطبعة، هو اللي بيتعمل عليه الشيرات بتاعة الاجهزة. يبقى هو المركزية، يعتبر التحكم مركزي من السيرفر، وهو اللي بيتعمل عليه كل حاجة وكل الخدمات. والأجهزة بتستخدم الخدمات دي، يعني بتستخدم الطبعة اللي هي متكريتة على السيرفر، بتستخدم الشيرة اللي هي برضو متكريتة على السيرفر، بتستخدم اليوزرز اللي برضو متكريتة على السيرفر. فشايفين كده أهمية وخطورة الأكتيف دايركتوري. يعني لو الهاكر قدر إن هو يحط إيده عليه يبقى كده وقع الدنيا كلها عندي. فهو بيعتبر الدومين كنترولر، يعني المخ اللي بيدير كل حاجة في الشبكة. عليه اليوزرز بتاعت الموظفين والجروبس، عليه الكمبيوترز، عليه الجروب بوليسز اللي هي القوانين اللي بتطبق على كل الأجهزة. فلازم يبقى عندي دراية بالأكتيف دايركتوري عشان خاطر أقدر أحميه. طب الهاكر ليه بيحب الأكتيف دايركتوري؟ لأنه لو قدر يوصل له كده بيتحكم في الشبكة كلها، يقدر يسرق حسابات الادمنز، يوزع برامج خبيثة على كل الأجهزة في ثواني، يسرق بيانات من السيرفر، وده اللي بنسميه Active Directory Attacks. الهاكر دخل وخرج وانت مش واخد بالك. السجلات ممكن تكون هي الدليل الوحيد. تفتكر لو حد حاول يخترق جهازك هتعرف؟ ولو حد فعلا دخل أو برنامج غريب يشتغل في الخلفية أو حصل خطأ غريب، فهل هتعرف؟ اللي ممكن يجاوبك فعلا هو الإيفنت لوجز، سجلات النظام. جهازك بيكتب كل حاجة بتحصل، بس السؤال مين اللي بيراقب؟ هو أنت طبعا. إيه هي الإيفنت لوجز؟ الويندوز بيخزن كل الأحداث اللي بتحصل في الجهاز من أول ما بتشغله لحد ما بتطفيه، زي أخطاء النظام، محاولات تسجيل الدخول، تشغيل البرامج، تغيرات في إعدادات الحماية، وأحيانا حتى محاولات الاختراق. ممكن نفتح الإيفنت فيورز من ستارت، بكتب برضو إيفنت فيور. أنواع السجلات دي إيه؟ في عندي 4 أنواع. الكاستم فيوز دي بقدر من خلالها أفلتر بيها اللوجز، يعني ممكن أخليه يعرض لي اللوجز الخاصة بأخطاء النظام بس. مثلا ويندوز لوجز دي فيها سجلات الابليكيشنز، البرامج والأخطاء والتحذيرات. السكيورتي دي بتسجل لي محاولات الدخول الفاشلة أو الناجحة، ودي مهمة جدا. السيستم
بيسجل لي أحداث النظام والتعريفات والخدمات. السيت اب بيسجل لي أحداث تثبيت الويندوز والتحديثات. الفورورد دي الأحداث اللي جاية من أجهزة تانية. الابليكيشن لوجز دي سجلات خاصة بتطبيق أو خدمة معينة زي الأوفيس أو الدي إن إس. السبسكريبشن دي بتسمح بجمع أحداث من أجهزة كمبيوتر أخرى وعرضها في جهازك. سيناريو الاختراق: هاكر حاول إنه يدخل على جهازك واستخدم أدوات تخمين كلمات السر وتخمين اليوزرز. النظام سجل كل محاولة فاشلة وبعدين قدر يدخل بطريقة تانية. فانت لو بتراجع وبتراقب بشكل دوري اللوجز دي هتقدر تعرف ان هو حاول ان هو يدخل وفشل. فده اهمية الايفنت فيور او الايفنت لوج. كده وصلنا لنهاية الفيديو. فهمك لكل محاضرة بتاخدها هو خطوة بتقربك أكتر لعالم السايبر سيكيورتي. لما تتعلم السايبر سيكيورتي صح هتقدر تكتشف الثغرات وتحدد نقاط الضعف في أي نظام بسهولة وتكون هاكر أخلاقي محترف. خلي فضولك دايما صاحي واشتغل على مهاراتك عشان تكون قادر تحمي الشبكات وتحللها بذكاء. المجال ده محتاج ناس فاهمة وقوية وانت ممكن تكون واحد منهم لو استمريت.